يا جدعان، فيديو النهارده ملوش اي علاقه باي فيديو تاني عملته قبل كده. احنا مش جايين نتكلم عن لعبه خلاص ولا نرغي عن مهاراته واجوانه، احنا جايين نتكلم عن قصه ملهمه، قصه شاب بسيط جدا اتولد في مدريد بس قلبه وروحه كانوا في المغرب. شاب قدر يطلع من الحواري الضيقه والظروف الصعبه عشان يبقى واحد من اخطر واسرع الاظهره في العالم ويدخل التاريخ مع المغرب في كاس العالم. اسمه اشرف حكيمي. بس قبل ما نبدا، انزل اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب عشان الحكايه اللي زي دي مش هتسمعها بالطريقه دي غير هنا. طفوله اشرف حكيمي. اشرف حكيمي اتولد يوم 4/11/1998 في حي ختافي في مدريد، لاب وام مغربيين مهاجرين راحوا اسبانيا يدوروا على لقمه عيش. ابوه كان عامل نظافه في الفنادق وامه كانت شغاله في البيوت، وده مش عيب، دي كانت بدايه القصه. اشرف بدا يلعب كوره في الشارع زي اي عيل صغير، بس ربنا مديله سرعة غريبة خلت كشافين ريال مدريد يختاروه ينضم للأكاديمية وهو عنده 8 سنين. وانت متخيل الضغط؟ ولد صغير مهاجر حوالين منه عيال من عائلات غنية، لكن هو ما اهتمش، كان بيركز في التدريب والملعب بس. الصعود في أوروبا، وبعد سنين طويلة في أكاديمية ريال مدريد طلع للفريق التاني مع كاستيا، وبعدها طلع للفريق الأول موسم 2017. بس الصراحة ما خدش فرصته خالص وسط الكوكبة اللي كانت موجودة. اتعمل له إعارة لدورتموند في ألمانيا موسمين، وده كان القرار اللي غير حياته. هناك لعب في بوندسليجا، سجل 12 هدف و17 اسيست في موسمين مع دورتموند، حاجة مش طبيعية لظهير. بعدها في صيف 2020 اتنقل لإنتر ميلان بحوالي 43 مليون يورو، وساعدهم ياخدوا الدوري الإيطالي لأول مرة من 11 سنة. كان بيجري في الجبهة زي الوحش ما بين المدافعين والهجوم، بيرجع ويطلع أسرع من أي حد. باريس ومرحلة التألق. بعد موسم واحد بس مع انتر، باريس سان جيرمان خطفوا حوالي 68 مليون يورو في 7 2021. هناك كان مستمتع، لعب مع ميسي ونيمار ومبابي. وفي موسم 2024-25 اللي لسه خلصان، حكيمي عمل 11 هدف و12 اسيست في حوالي 52 ماتش، وساعدهم ياخدوا دوري ابطال اوروبا، وده اول مره حكيمي ياخدها في تاريخه. وكمان حصد الدوري الفرنسي 4 مرات، واخد جايزه افضل لاعب افريقي في الدوري الفرنسي خيماخ فيفيان فويا مرتين. كاس العالم، حكايه بطل. بس بصراحة اللحظة اللي خلته أسطورة مش في باريس ولا في الإنتر، اللحظة كانت مع المغرب في كأس العالم قطر 2022. أسد الأطلسي وصلوا لنص النهائي لأول مرة في تاريخهم، وأول مرة منتخب أفريقي وعربي يوصل للمربع الذهبي. وكانت ضربته البانينكا ضد أسبانيا في الدور ال16 لحظة للتاريخ، بيشوط ركلة الجزاء بكل ثقة قدام العالم كله ويطلع أسبانيا بره. واللي بيخلي حكيمي مميز إنه بيموت نفسه في الملعب، بيدافع ويهاجم بنفس القوة، عمره ما استسهل. حكايته الشخصية. نيجي بقى لحياته الشخصية. حكيمي كان متجوز من الممثلة الأسبانية هبة أبوك وخلف منها ولدين، بس العلاقة ما استمرتش وانفصلوا في 2023. ناس طلعت تقول إنه حاطط كل فلوسه باسم أمه عشان مراته ما تاخدش حاجة، بس ده كله إشاعات مش مؤكدة ومفيش مصدر موثوق بيأكد الكلام ده. هو فعلا والدته كانت دايما المسؤولة عن حساباته وده معروف من زمان. حتى هو قال قبل كده لو ما عندكش أم زي أمي مش هتعرف تعيش حياتي. لو كان برازيلي، ساعات بتسأل نفسك لو حكيمي كان برازيلي أو أسباني كان زمان واخد البولين دور، ولا على الأقل الناس كانت عامله له ضجة أكبر. بس هو مش محتاج ده، لأنه كسب احترام العالم كله وحقق اللي ناس كتير بتقعد تحلم بيه طول عمرها. ويا سيدي خلينا سايبينها على الله، يمكن بكرة نلاقي حكيمي ده سبقهم كلهم. حتى صلاح وديمبلي ولامين يامال وكفاراتسخيليا اللي كنا بنتكلم عليهم من اسبوعين فاتوا، سبحان مغير الاحوال. اللي مش فاهم قصدي هيفهم لو شاف الفيديو في الوصف وفي اول كومنت مثبت. وكان معكم فرماج الكوره، وراكم الفيديو القادم. سلام.